ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ وزي ما انتم عارفين ان احنا خلاص بدأنا نشرح البوتات اللي خلاص هتندرج الفتره الجايه، يعني شهر 10 11 12 الرابع يعني من السنه. وطبعا البوت اللي معانا النهارده اشتهر جدا الفتره الاخيره، والبوت موثق من تليجرام، وعدد المستخدمين فيه خلاص داخل على 15 مليون مشترك، وده طبعا عدد كبير جدا. بوت معقد شويه بس سهل، وانا ان شاء الله هحاول ابسطها لكم النهارده. والادراج بتاع البوت هيبقى في شهر 11 باذن الله، فلسه قدامك وقت اللي انت تشتغل عليه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنورنا في جروب التليجرام عشان بينزل على اخر الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان. ده غير طبعا ان انا متواجد شخصيا في الجروب بتاع الشات، فعوزت اي حاجه خش يكلمني او كلم اي حد من الادمن، وان شاء الله هنساعدك كلنا. وطبعا اللايك والاشتراك هنا في اليوتيوب بيدعمني في صناعه المحتوى وبخليه يظهر بالجوده اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هنشرح بوت سيد، بوت الشجره. اول ما تفتح البوت هيكون معاك بالمنظر دون. الواجهه شكلها صعب شويه، لكن احنا هنشرح كل حاجه واحده واحده. اول حاجه تعملها هتدوس على كلمه تشيك نيوز اول ما تفتح البوت عشان تجمع التعدين بتاعك. هتدوس عليها هيوديك للصفحه بتاعتهم، وبعد كده ترجع البوت. طبعا الصفحه بتاعتهم فيها 10 مليون مشترك، وده رقم كبير جدا ما شاء الله. بعد ما تدوس على تشيك نيوز هيظهر معاك العداد اللي تحت دون. العداد ده بيقول لك انت بتجمع قد ايه. انا دلوقتي مثلا معايا 2.7، لو دوست على كلمه كليم هيزودهم لي على 65 اللي معايا فوق. لكن خلينا واحده واحده. انت اول ما بتبدا البوت اساسا بيعدل لك كل ساعتين، انا عندي عشان مرقي شويه حاجات فبيعدل لي كل 24 ساعه. طبعا انا استخدمت البوت شويه عشان اعرف اشرحه لكم بتفصيل ممل، واقول لك طبعا ازاي دلوقتي تزود سرعه التعدين، وازاي برضه تزود الوقت اللي تخش فيه البوت عشان برضه ما تخش البوت كتير وكده يعني، وما تضيعش وقتك كتير. فلو دوست على كلمه كليم دي هتلاقي معانا عملات ال 2.7 هتضاف على 65 اللي فوق زي كده. ال 65 زي ما انت شفت بقوا 68. وطبعا التعدين ده حاجه اساسيه عشان بيزود لك العملات اللي فوق دي يعني. وهقول لك برضه تزودها ازاي بطريقه ثانيه او طرق كتيره جدا ثانيه. فدي اول حاجه حبيت اعرفها لكم، لكن مش هتلاقي عندك كل 24 ساعه، هتلاقي عندك كل ساعتين، وهعلمكم ازاي دلوقتي ترقوها. خلينا برضه نروح على خانه الايردروب اللي تحت على اليمين عشان نشوف الايردروب هيعتمد على ايه. لو دخلت خانه الايردروب هيظهر لك بالظبط 5 حاجات. بيقول لك سيت انكم، قصده يعني على العملات اللي معاك دي اللي هي 68 اللي معايا دي. وبيقول لك تحتها كلمه فارم وايرن اند بيرد هانت، يعني شغلك في البوت وان يبقى معاك بيض ومعاك عصافير، كل ده هيأثر على الايردروب. وطبعا كل حاجه هنروح لها دلوقتي واحده واحده. هنا بيقول لك الفريندز، كل ما تعمل دعوه للاصدقاء اكتر كل ما ربحك في الايردروب هيزيد، زي بوت هامستر بالظبط. الاصدقاء كان عليها عامل كبير جدا للربح من بوت هامستر. الاتشيفمنت طبعا هنروح لها دلوقتي برضه، وهنوريكم ازاي تعلوا الاتشيفمنت بتاعكم. ورابع حاجه بيقول لك لازم تكون متضمن في القنوات بتاعتهم في التليجرام ويوتيوب واكس. خامس حاجه بيقول لك لازم تحط مع اسمك سيد. بيقول لك عشان السناب شوت هيتاخد عشوائي. طبعا لو سناب شوت اتاخد واسمك مش محطوط عليه كلمه سيد هيروح نسبه من الايردروب، لكن مش كله، نسبه مش كله، عشان ما حدش يقول ايه لا لازم احط الاسم دون جنبي طول حياتي. لا انا ذات نفسي مش حاطه. فيا رب تكون فهمت خانه الايردروب دي. وطبعا خانه الويزدرو طبعا لسه مقفوله، اللي هي خانه السحب. لو تاخدوا بالكم هنا كلمه باي بت، خدوا بالكم يعني اللي هي الخانه الرابعه دي باي بت، يعني شكلها شكل باي بت. وتقريبا الخانه الثانيه دي اوكي اكس. فان شاء الله البوت يكون ربحه مرضي جدا لنا كلنا. طبعا تاني خانه الفريندز اللي تحت على اليمين دي بتقول لك الاصدقاء اللي انت ضغطتهم. انا مثلا ضغطت 64 صديق، وال 64 صديق جابوا لي 128 جوهره. وطبعا هنا بيقول لك كل صديق اللي هو هيديك جوهرتين وهتاخد 10% من ربحه، لكن طبعا مش بينقصوا منه يعني اكيد. خانه البوست دي طبعا خانه مهمه جدا، وهقول لك دلوقتي بتعمل ايه واحده واحده. عندك اول خانه هي خانه الاستورج او التخزين. انت هتلاقي عندك بتبدا بساعتين، انت كل ما ترقيها ممكن ترقي الساعتين دي تخليها 4. انا طبعا عشان مرقيها ماكس اعلى حاجه فمش قادر اخش عليها، لكن انت تضغط عليها هيقول لك هل انت عايز ترقيها من ساعتين ل4 ساعات. هتدوس كونفيرم او تاكيد، وهتلاقي عندك هنا بدل ما هي بتعدي من ساعتين هتعدي من 4 ساعات. انا فاكر هي كانت بتبدا بساعتين. وبعد كده يقول لك مثلا تقريبا من 4 ل 6، ومن 6 مش عارف ل 12، ومن 12 ل 24 تقريبا حاجه زي كده. فخانه الاستورج دي بتزود لك المده اللي انت بتخش فيها البوت عشان تجمع تعدينك. وطبعا دي اهم حاجه في دي الخانه الوحيده اللي انا عرفت ارقيها ماكس، اللي هي الاستورج. عشان تشرح خانه الشجره لازم ارجع هنا للخانه الرئيسيه. انا عندي على سبيل المثال بعدي كود 24 ساعه تمام كده، او معنى اصح الخيار بتاعي بيتسع انه يتملى كل 24 ساعه، يعني من الاخر من بعد ال 24 ساعه مش هيعرف يخزن تاني، فايا كان اللي جمعه هو هيخزنه. حط تحت كلمه حتى لو ما اتملاش دي مليون خط. هتقولي طب انا خليه يتملى بسرعه ازاي؟ عشان برضه استفاد من المخزون. هو ما ينفعش خزان يكون مثلا في 100 لتر وانا احط له 50 لتر ميه بس في اليوم، لا انا عايز امليه بقى. فانا مثلا على سبيل المثال لو ضغطت على كلمه تري يقول انت بتجيب 0.1 عمله على الساعه. انا دلوقتي معايا مثلا 0.02، فانا اصلا في الساعه بيجي لي 0.1. يعني لو عملنا حسبه بسيطه وضربناها في 24 هيطلع لي ده كل يوم بجمع عملتين وربع بس، او بالظبط عملتين و4 من 10. وده طبعا قليل نسبيا. وعشان طبعا ترقيه قدامك خيارين، انك تزود سرعه التعدين دي، هترقي الشجره عشان بدل ما انا باخد 0.1 اخد 0.13 في الساعه، او ترقي الهولي ووتر بتخلي السرعه ذات نفسها تزيد. فبالتالي لما السرعه تزيد السيدنج دي برضه سرعتها بتزيد، فبالتالي بتجمع عدد عملات اكتر. فمن الاخر الخانه الثانيه والخانه الثالثه مكملين بعض، فانت لازم ترقيهم بالتساوي. انا مثلا مخلي كلهم ستات 6 6 6. لكن طبعا خانه الهولي ووتر لما تيجي بترقيها مش بترقيها بعملات، لا بترقيها بمهمات. يعني لو دوست عليها ودوست على كلمه ميشن
هنا مثلا المهمات انا عاملها امبارح، ضغطت 3 اصدقاء، ضغطت 10 اصدقاء، ضغطت 20 شخص، ضغطت صديق واحد، عملت لهم لايك وريتويت على البوست بتاعهم. هنا بيقول لك كومبليت تشيك ان 5 تايم، يعني تسجل دخول لمده 5 مرات للبوت، يعني 5 ايام من الاخر. لكن طبعا لسه في المهمتين دول انا لسه ما عملتهمش. فخانه البوست دي هي الخانه المهمه في البوت كله اللي انت بتلاقي منها كل حاجه. وخلينا نشرحها برضه باختصار. خانه الاستورج دي اللي بتخليك تخش كل 24 ساعه تعمل كليم للمعلومات اللي معاك. خانه التري وخانه الهولي ووتر بيزودوا التعدين، سرعه التعدين بتاعته. لو دخلت على خانه الارن بقى اللي تحت على اليمين دي، فيها برضه مهمات كتير جدا برضه بتديك عملات. انا مثلا مخلص كل المهمات دي امبارح. بقول لك مثلا حط سيد جنب اسمك هتاخد عملتين، خش بوت وي كوين هتاخد 0.1، خش بوت ميجور هتاخد 0.5، ادعوا 3 اصدقاء تاخد 5، وهكذا بقى. فهعمل برضه واحده معاك عشان برضه كلنا مثلا عارفين بتتعمل ازاي. في مهمه بتقول لك بلاي تو ماركت، هدوس كلمه ستارت، فتح معانا البوت، هقفل بقى البوت تاني وارجع لبوت سيد. هتلاقي المهمه اختفت من عندي ونزلت في خانه الكومبليت زي ما انتم شايفين، بلاي تو ماركت، والعملات عندي زادت نص. تمام كده. دي بالنسبه لخانه الايرن. وطبعا اللوجن بونص دي لو دوست عليها كل يوم بيديك عدد عملات معين. يعني اول يوم بيداني 0.1، تاني يوم اداني 0.2، تالت يوم هديك 0.3، لحد اليوم السابع هديك 1. وعندك خانه الستريك بونص، هنا بيقول لك كل ما تفتح البوت ايام ورا بعض، يعني ما تفوتش ولا يوم، هيديك التيكتس دي. وانا هقول لك دلوقتي هي بتعمل ايه. خانه الهوم هتلاقي كده عندك هنا علامه دوده، وبيقول لي هنا خش كمان ساعه ونص خدها. هقول لك دلوقتي هي بتعمل ايه، بس اهم حاجه كل ما تلاقي انك تاخد الدوده خدها، واقول لك دلوقتي هي بتعمل ايه. خلينا بقى نشرح الكوين اللي بره. خلينا نبدا من اليمين. عندك هنا علامه الدراع، هتدوس عليها هيظهر لك اللعبه اللي جوه البوت اللي ممكن تساعدك في البوت. اللعبتين اللي تحت لسه ما فتحوش، اول لعبه هي بس اللي فتحت، هتضغط عليها. هنا على سبيل المثال معايا 58 كارت، لو دوست على كلمه سبين هيبقى 57 كارت، وهيديني كارت من اللي هيطلع لي دلوقتي. هنا بيقول لي اديتك قطعه من الاج، والقطعه دي بتضاف لي هنا هون، وكل 5 قطع بتعمل لهم فيوجن، والفيوجن دي بتديك بيضه، والبيضه دي بعد كده بتفقسها وبتديك طير، والطير ده انت بعد كده بترقيه، فبالتالي وقت الاير دروب هتاخد اكبر حصه من الاير دروب باذن الله. فانا على سبيل المثال امبارح كان معايا 5 قطع، دوس على كلمه فيوجن ضاف لي بيضه، والبيضه دي دلوقتي معايا وانا هوريها لكم. فانت لو معاك اي تيكتس لازم تعملها سبين، وكل سبين مهمه جدا، فما تخليش ولا سبين يفوتك. وكل ما تجمع 5 قطع خش اعملها فيوجن عشان تجيب لك البيض. وهقول لك دلوقتي البيض لازمته ايه. عندك بعد كده علامه القريه اللي على اليمين اللي فوق الدراع دي، طبعا عشان تنضم للعشيره بتاعتنا. طبعا العشيره بتاعتنا دلوقتي مليانه، وانا عشان ارقيها عشان ادخل اكبر عدد من النصول محتاج 90 عمله. وانا ان شاء الله اول ما اكمل 90 عمله باذن الله هبعت في جروب التليجرام بتخش معانا عشيره النصول. وطبعا الكلام ده مهم جدا عشان التعدين الكامل لل 100 واحد اللي معايا دلوقتي بيبقى كده في حسبه معينه وتوزع عليهم عدد عملات معين. لو دوست على كلمه بونص ريورد هيقول لي ان انا هاخد 4%، والناس اللي معايا تاخد 1% من التعدين الكلي لنا كلنا. وطبعا كل ما رقيت كل ما العدد يزيد، كل ما ربحك من الكلان بتاعنا يزيد. فان شاء الله هرقيه خليه يسعى ل 500 واحد، وهنزل لينك في التليجرام فورا. فلازم لازم لازم تكون معانا في التليجرام. هنخش بقى دلوقتي على الخانه اللي على الشمال. اول حاجه خليك عارف النجمه اللي بتنور دي ملهاش اي 30 لازمه، عشان هتخليك تدفع فلوس، واحنا مالناش علاقه ان احنا ندفع فلوس خالص. يعني لو دخلت عليها تلاقي انك لازم تشتري من جمله التليجرام اللي هي اصلا بفلوس. اول حاجه عندنا من تحت خانه الستور دي، هتدوس عليها. هنا الناس عارضه الدود بتاعهم اللي انت تشتريه، وهنا الناس عارضه البيت بتاعهم اللي انت تشتريه. وانت لو حبيت تعرض زيهم، بقول لك دلوقتي برضو ايه لازمه العرض والكلام دون. هتدوس على كلمه سيل، وانا مثلا معايا الثلاثه دول. انا مثلا على سبيل المثال هعمل سيل للكومن دون. هيقول انت عايز تعرضه بكام، اقول له مثلا عايز اعرضه ب 50 عمله، ادوس على كلمه كونفيرم، هتلاقي كده اتعرض معايا. وممكن حد يشتريه ب 50 عمله، لكن طبعا انا مش هعرضه، وادوس كلمه انليست. ده برضه انا كنت عارضه امبارح، هدوس على كلمه انليست. وطبعا ده البدل اللي معايا، طبعا انا مش عارض ولا بدل للبيع. بقول لك دلوقتي لازم كل حاجه ايه. نخش بقى على الخانه الكبيره وهي خانه الشنطه اللي هي دي بقى بتقول لك الدود اللي معاك والبيض اللي معاك والطيور اللي معاك. طبعا انا معيش ولا طير، وهقول لك دلوقتي ازاي تجيب الطيور دي يعني. وزي ما قلت لكم الطيور دي مهمه جدا، ولما ترقيها برضه بيبقى لها اهميه كبيره جدا. ادوس على كلمه اكس. انا مثلا معايا البيضتين دول، بيضه كومن وبيضه بيزك. انا طبعا هدوس على البيضه البيزك اللي معايا دي، وعشان اكسرها عشان تطلع لي الطير ادوس على كلمه هاتش. هنا بيقول لي انت عايز تعمل هاتش للبيضه دي، اقول له اه، وادوس على كلمه هاتش. زي ما انتم شايفين طلع لي التير الكيوت دون. هدوس على كلمه تشيك انفنتوري، هيظهر لي التير الصغنون اللي معانا دلوقتي. برضه معايا بيضه ثانيه، بس البيضه دي انا هبيعها عشان البيض اصلا بيبقى سعره غالي جدا، فالبيضه دي هبيعها عشان كده انا سايبها. هروح على خانه البردس. دلوقتي التير اللي معايا دون لازم اكله او ابيعه، اللي انت عايزه، او ممكن حتى تبعته لحد. لكن انا على سبيل المثال هاكله، عشان كل ما تاكله كل ما يكبر كل ما يبقى قوته اكبر. وعشان تاكله هتدوس على كلمه فيد. وطبعا هنا معايا 3 دودات اللي انا خليكم اساسا تشوفوها معايا من شويه لما انا كنت عارض الدودتين للبيع. كان هي طبعا اهميتها ان انت بتاكل بيها الطير دون. وطبعا عشان تاكله هتدوس على الدوده اللي معاك. انا مثلا مثال خدت على الدوده دي قال لي فيد بيرت سكسسفولي. وطبعا زي ما انتم شايفين انا باكله مره واحده في اليوم بس، واللي تاخد علامه الطبق بقت 2 على 2. فلو جيت ضغطت على اي دوده ثانيه هيقول له اللي هو خلاص اصلا شبعان. ذا بيرد از فاد اند كانت ايت اني مور، اللي هو خلاص كل وما عادش قادر ياكل تاني. وبس كده ده بالنسبه للطير. فخليك عارف كل ما يبقى معاك دود كل ما تاكل الطير اللي معاك. وبس كده. لو عندك اي استفسار بالنسبه للبوت دون او اي حاجه مش فاهمها زي ما قلت لك تعالى على التليجرام، وانا ان شاء الله هحاول اساعدك ما اتاخرش عليك بحاجه. فجروب التليجرام مهم جدا عشان بكون قاعد فيه شخصيا، وهتلاقي اللينكات كلها في الديسكريبشن تحت، لينك البوت ولينك التليجرام. اشوفكم على خير الفيديو القادم.